كله مقلوب. الكل رايح يمين وشمال وبيجهزوا في تحضيرات استقبال المهندس خالد ابنهم، واللي كان مسافر لسنوات طويلة برا البلد. وفي اللحظة دي كانت منار قاعدة في أوضتها وهي حاسة إنها تنفجر من كتر الغيظ، ومش طايقة نفسها ولا طايقة أي حد. وفجأة فتحت الباب مامتها ودخلت. انت لسه قاعدة يا بنتي مكانك؟ اعمل ايه يعني يا ماما؟ اقوم اتنطط على الحيطان؟ اتحركت مامتها ناحيتها بغيظ من كلامها. يا بنتي قومي جهزي كده والبسي فستان شيك وطرحة أنيقة، ويا ريت تداري السواد اللي تحت عينيكي ده، بدل ما انت عاملة زي البنتة كده. مش شايفة مروة بنت عملك عاملة في روحها ايه؟ نفخت منار بغيظ. وانا اعمل كده ليه يا ماما؟ مش فاهمة. هستقبل رئيس الوزراء في بيتنا؟ ما هو فرد من افراد العيلة زيه زي عم متولي الجنايني. ضربتها مامتها على كتفها بغيظ كبير وهي بتزعق. عم متولي برضه يا اخرة صبري؟ بقى حد يقول على خطيبه كده؟ خطيبه؟ خطيب مين؟ انت هتلبسيني بلوى ولا ايه يا ماما؟ انا اساسا ما شفتوش من 10 سنين. انت بتهزري؟ ايوه خطيبك يا منار، ومن صغرك والكل عارف ان خالد هو خطيبك. ولم يومك بقى عشان ابوكي لو سمع الهبل اللي بتقوليه ده هينكد علينا كلنا. وقبل ما تفكر منار انها ترد عليها، سمعت فجأة صوت عربيات في جنينة البيت. دول هما. يلا بسرعة يا منار اجهزي وانزلي. نزلت مامة منار، لقيت الكل بيرحب بخالد اللي بقى راجل ملو هدومه وبقى مهندس كبير ومشهور في الخليج. حمد لله على السلامة يا خالد يا ابني، نورت مصر يا حبيبي. رفع خالد راسه ليها بهدوء. الله يسلمك يا مرات عمي، منورة بأهلها. وهنا قربت منه مروة بنت عمه. مين يصدق يا خالد انك ترجع بعد كل السنين دي؟ حابب استقر يا مروة، وكفاية غربة. ابتسمت مروة ليه بتلميح. عندك حق، كفاية غربة، لازم تستقر وتلاقي بنت الحلال اللي تقدر تصونك يا خالد. رفع خالد حاجبه وقبل ما يرد لمح بطرف عينيه منار اللي كانت نازلة وهي لاوية بوزها، فابتسم ابتسامة واسعة. نونو هنا؟ ايه ده؟ هي المدارس اجازة ولا ايه؟ كان بيتكلم اول ما منار وقفت قدامه، وبعدين اتحرك ناحيتها. عاش من شافك يا نونو، طولتي اهو. اسمها كبرت يا باشمهندس. ابتسم خالد ليها باستفزاز. والله انا شايفك طولتي، حوار كبرتي ده صعب شوية. عامة يا ستي اللي تحبيه. تعالوا يا جماعة انا جبتلكم هدايا. ابتسمت مروة وهي بتلزق فيه. بجد؟ حقيقي يا خالد انت واحد ذوق خالص. كانت بتتكلم بنبرة مستفزة، لكن خالد ما اخدش باله، والكل اتلم حواليه علشان يشوفوا اللي جايبه. وهو فتح شنطة كبيرة بدأ يوزع الهدايا على الكل، ومنار واقفة وعصر على نفسها ليمون علشان بس تخلص وتطلع تاني. وفجأة سمعت صوته وهو بيقرب منها. دي ليك يا منار. رفعت منار راسها ليه وبصت لإيديه بهدوء. ليه أنا؟ أيوة طبعا، أكيد مش هجيب للكل وانساكي. ابتسمت منار بكسوف ومدت إيديها وأخدت منه الشنطة اللي كان ماسكها، وقالت برقة غريبة عليها خاصة معاه. شكرا أوي يا خالد، ما كانش ليه لزوم إنك وقبل ما تكمل كلمتها كانت خرجت الهدية واتصدمت لما لقيته جايب لها عروسة لعبة. عروسة لعبة يا خالد؟ انت بتتكلم بجد؟ مش انت كان نفسك في عروسة لعبة طول الوقت وبتعيطي عليها؟ ده كان من 17 سنة، انا دلوقتي عندي 22 سنة جايب لي عروسة لعبة؟ يا 22 سنة؟ صحيح، الايام عدت بسرعة وكبرت يا منار. حيلك يا استاذ، محسسني انك قد جدي. ليه يعني؟ ده انت اكبر مني ب8 سنين بس. 8 سنين مش شوية برضو يا نونو، وبعدين مش عيب عليك تكلمي واحد اكبر منك بالشكل ده؟ فتحت منار بقها علشان ترد فقطعتها مروة. معلش يا خالد، هما كده العيال الصغيرة، قلالات الادب. شهقت منار بصدمة من كلام مروة اللي قعدت تضحك علشان تبين انها كانت بتهزر، لكن هي عارفة انها اساسا بتقول كده من قلبها. والله قلالات الادب دول هما اللي مش عارفين يحترموا سنهم يا ست مروة. وهنا زعقت مامتها بعصبية. منار عيب كده، دي بنت عمك الكبيرة، اعتذري منها. يعني انت يا ماما ما شفتيش قالت ايه؟ كانت بتهزر معاكي يا حبيبتي. بصت ليها منار بعناد. هو انا كنت بهزر معاها برضو. خلصت كلامها واتحركت على فوق تحت عيون الكل ونظرات خالد الغامضة اللي ابتسم بسمة غريبة بعد ما مشيت. طيب يا جماعة انا هطلع استريح لغاية ما عمامي يرجعوا من الشركة، بعد اذنكم.
مر اليوم بهدوء على منار اللي كانت حابسة نفسها في الأوضة ورافضة تخرج، وحاطة العروسة قدامها وهي بتتكلم بغيظ. فاكر نفسه ظريف قوي، جايب لي عروسة لعبة يا أستاذ خالد، ما كان يجيب لي ببرونة بالمرة. والله دورت بس ما لقيتش واحدة بنكة علشانك، قلت تمشي نفسها بالعروسة لغاية ما الاقي. صرخت منار بفزع وهي بتنتفض من على سريرها، وبصت ناحية الباب لقيت خالد واقف وهو ضامم دراعه لصدره ومبتسم ابتسامة مستفزة، فحطت ايديها على صدرها. في ايه؟ حد يدخل اوضة حد كده؟ اتفضل يلا اطلع بره. كده برضه يا نونو؟ وانا اللي كنت جاية صالحك واديك هديتك الحقيقية بعد ما العروسة ما عجبتكيش. هدية؟ ويا ترى بقى جايب لي ايه المرة دي، مريالة ولا عضاضة؟ ابتسم خالد وهو بيتحرك جوه الأوضة وسايب الباب مفتوح. لا ازاي؟ هو انت طفلة؟ انا جبت ليكي هدية جميلة تليق بأنسة جميلة زيك. ابتسمت منار من كلامه وشاورت على نفسها. بتكلمني انا؟ ضحك خالد عليها وهو بيمد ايديه بالشنطة. اكيد، هو في أنسة هنا غيرك؟ اتفضلي ويا رب تعجبك. منار بصت لإيديه بشك. قنبلة صح؟ ليه إن شاء الله؟ شايفاني مجرم؟ امسكي الشنطة بدل مرميها في وشك. شدت منه منار الشنطة بعصبية. ذوق قوي يا خالد، كلفت نفسك والله. هديتين علشان عيلة زيي؟ والله ده كتير عليا قوي. مش كتير عليك يا قمر. يلا افتحي الهدية وقولي لي رأيك. فتحت منار الهدية بفضول كبير وخوف لا يكون عامل فيها مقلب، وأول ما فتحتها شهقت بصوت عالي. ده بجد؟ ابتسم خالد وهو بيحط ايديه في جيبه. ايه رأيك؟ ذوقي حلو صح؟ ده فستان ماركة، انا مش مصدقة نفسي. انا قلت اشتري ليكي لبس شيك، لعل وعسى تكبري شوية وتعرفي تلبسي حاجات انسات زي البنات التانية. اختفت بسمة منار ورفعت ايديها ليه ورفعت حاجبها معاه. زي البنات الدنيا ازاي لا مؤاخذة؟ على اساس اني من فصلة الزواحف؟ لا، على اساس انك عايشة تلبسي وتتعاملي زي العيال الصغيرة. انتفضت منار بغيظ وزعيق. ده لانك اللي بتعاملني زي الاطفال، انا مش صغيرة، انا 22 سنة وانت 30 سنة. نفخ خالد بضيق وهو بيبص في ساعة ايده. مش الهدية عجبتك؟ خلاص خلصنا، همشي عشان انا مشغول. بصت ليه منار بغضب وهو خارج من الأوضة ورمت المخدة على الباب وهي بتصرخ. شخص مستفز. تاني يوم على الفطار كانت العيلة كلها متجمعة والأول مرة من سنين. ابتسم جلال واللي هو أبو خالد كبير العيلة. يا رب دايما متجمعين، رد عليه الكل وأمنوا على دعائه. وفي الوقت ده قامت فيه منار من على الترابيزة بهدوء. طب استأذن أنا علشان ألحق المحاضرة. وفي نفس الوقت قام خالد برضه. استني هوصلك في طريقي، أنا كده كده رايح الشركة. لا شكرا، أنا معايا عربيتي. شهق خالد وهو بياخد مفاتيح العربية والتليفون، وكان لابس بدلة شيك وليه هيبة كبيرة. انتي طلعتي رخصة؟ معقولة؟ شفت الدنيا؟ ابتسم خالد وهو بيقف قدامها بهدوء. شفت الدنيا يا منار، ودلوقتي اتفضلي قدامي علشان اوصلك، وبالمرة شوف جدولك ما تروح تسأل الدكاترة عن مستوايا بالمرة. وماله، نسأل عن مستواكي. بصت منار ليه بعصبية وبعدين بصت لباباها. يا بابا، قال باباها بهدوء وهو بيكمل فطاره فرحان بالقرب بين الاتنين. اسمعي كلام ابن عمك يا منار وبلاش مناهدة. نفخت منار بعصبية وبعدين اتحركت ناحية الباب وهي بتبرطم في الوقت اللي سمعت فيه صوت مروة. وانا كمان يا خالد، لو سمحتي وصلني لحد المول في طريقك، كانت ناقصاك انت كمان يا ست مروة. اتحرك خالد لبره البيت ووراه مروة اللي ابتسمت بخبث وهي حاطة خطتها ازاي هتوقعه وتخليه يتقدم لها. مش بعد ما استنته كل السنين دي وبقى عندها 28 سنة تسيبه بسهولة. وصل خالد للعربية لقى منار قاعدة في الكنبة اللي ورا، وقبل ما يتكلم ويقول لها تطلع تقعد جنبه لقى مروة بتفتح الباب وبتقعد. رفع حاجبه وبعدين اتحرك وقعد في الكرسي بتاعه وساق العربية. وطول الطريق مروة ما بطلتش كلام وهي بتحكي ليه اللي بتعمله. فزي ما انت شايف كده يا خالد، طول اليوم شوبينج ولف على المحلات وتعب. برطمت منار وهي مربعة ايديها بتريقة. كان الله في العون. ابتسم خالد واللي كان متابعها في المراية وبعدين ركز مع مروة تاني. بس أنا كل ما أتعب أفتكر إني بعمل حاجة مهمة عشاني وعشان الكل في البيت. برطمت منار تاني. أيوة، بتريحينا طول اليوم من وشك.
ضحك خالد بصوت عالي، فاحمر وش منار اللي ما كانتش واخدة بالها ان صوتها واصل ليه، ومروة اللي ما كانتش مركزة معاها. في حاجة يا خالد؟ بتضحك على ايه؟ ضحك خالد اكتر بصوت اعلى. مفيش يا مروة، واحد صاحبي كده الله يمسيه بالخير، كان لسانه اطول من برج خليفة وبيحب يعلق على كل حاجة. كانت منار سرحانة في ضحكة خالد اللي بقالها سنين ما شافتهاش، ومروة اللي قالت وهي مش واخدة بالها من حاجة غيره. كنا بنقول ايه بقى؟ قالت منار بسرعة وهي مبتسمة بسماجة. كنت بتحكي قد ايه بتتعافي وانت بتلفي تشتري وتبعزقي في فلوس ابوكي. بصت ليها منار بغيظ ولسه هتتكلم، اتكلم خالد. وصلنا المول يا مروة. بصت مروة من الشباك بصدمة للمول، وقالت وهي كانت مفكرة انها تفضل معاه لغاية ما يوصل منار للجامعة وبعدين يوديها هي. ازاي ده؟ مش الجامعة برضو الاول يا خالد؟ قال خالد بهدوء وهو بيحاول يخلص من الحوارات دي كلها. معرفش، انا اخدت طريق تاني علشان الزحمة. يلا بقى علشان ما نتأخرش. لوت مروة بقها ونزلت من العربية وهي بتبرطم، مسكت شنطتها واتحركت. اوكي يا خالد، سلام. اتحرك خالد بالعربية في اللحظة اللي خرجت فيها منار راسها من العربية. لا اله الا الله يا مروة، ربنا يعينك يا حبيبتي ويقويك على اللي بتعمليه. ضحك خالد وهو بيقول بعد ما وقف. انزلي وتعالي اقعدي قدام. ليه؟ انا مستريحة هنا. رفع خالد حاجبه وبص ليها في المراية. وانا مستواق الست، انزلي اقعدي جنبي. نفخت منار بضيق وهي بتنزل من مكانها واتحركت قعدت قدام جنب خالد اللي اتحرك بالعربية بمجرد ما ركبت. صحيح، بتدرسي ايه؟ اقتصاد. منزلي. ده انت عسل قوي، اسمك ايه؟ ابتسم خالد وهو بيتحرك بالعربية في سلاسة. اسمي خالد يا عسل. سكتت منار ومرضيش تتكلم وانتشر الصمت المريب في العربية لغاية ما وصلت الجامعة. وقبل ما تنزل من العربية وقفها خالد. بتخلصي الساعة كام؟ ليه؟ هيكون ليه؟ عشان اجي اوصلك. نفخت منار وهي بتقول باعتراض رغم انها من جواها عايزة تقبل، خصوصا انها ما جاتش بعربيتها ومش حابة تتبهدل في المواصلات. ما تحسسنيش انك هتيجي تاخدني من الحضانة، انا واحدة كبيرة وخلاص، كلها السنة دي واتخرج. رفع خالد حاجبه ليها وبص عليها شوية. ما قلتليش برضو هتخلصي امتى؟ اتحركت منار بعيد عنه بغيظ وهي بتنزل من العربية. الساعة 4. تمام. وقبل ما تتكلم كلمة واحدة كان خالد اتحرك بالعربية بتاعته بسرعة كبيرة من قدامها، وهي واقفة بتبص عليه بصدمة. والله مجنون. وبعد ما خلصت منار المحاضرات كانت واقفة قدام الجامعة مع صحابها بتتكلم، لكن فجأة نط قدامهم شاب بسخافة. ها يا بنات، سمعتوا آخر أخبار عن حفلة موني؟ قالت بنت من صحاب منار. أيوة صح يا بنات، هنتقابل بإذن الله في الحفلة كلنا. بصت منار ليهم بتردد وهي مش عارفة ازاي ممكن تروح الحفلة دي وأهلها هيرفضوا. سمعت فجأة سؤال الولد. وانت يا منار أكيد جاية صح؟ ابتسمت منار ليه بتردد. لا للأسف يا مانو، أنا عندي مذاكرة كتير ومش هقدر أخرج. لا لا يا ميرو، أنا عامل حسابك في الحفلة دي هتكون دمار يا بنتي، لازم تيجي. اوف كورس لازم تيجي. رفعت منار حاجبها بضيق. مش عارفة والله يا مانو، بس هحاول. هز مانو راسه وبعدين اتحرك. اوكي، هستناكم كلكم يا بنات. وأول ما مشي نفخت منار بغيظ وهي بتبص لصحابها. الشاب ده تقيل بشكل. اتكلمت واحدة من صحابها وهي بتبص ورا منار. والشاب ده جميل بشكل. رفعت منار حاجبها باستغراب. جميل ايه وفجأة سمعت صوت وراها تعرفه كويس. خلصت يا منار؟ لف الكل ناحية الصوت، وكانت منار مش مصدقة انه فعلا جه علشان يوصلها، وجنبها صحابها فاتحين بقهم. وهنا بنت قربت منهم ومسكت ايديها. منار منار، انتي تعرفي القمر ده منين؟ سيبي ايدي، وبعدين ده خالد ابن عمي. صرخت البنت وهي مش واخدة بالها ان صوتها عالي. الرخم المستفز. رفع خالد حاجبه بشكل خلى البنت تتكسف بعد ما قالت الكلمة اللي دايما بترددها منار كل ما تيجي سيرة ابن عمها. اهلا اهلا يا استاذ خالد، اتشرفنا بمقابلتك اخيرا. انت ما تعرفش منار بتتكلم عنك بالخير ازاي؟ ابتسم ليهم بتريقة وهو بيبص على منار اللي كانت هتولع وهي واقفة. واضح. ابتسم وهو بيبص ليهم وبعدين قال بهدوء.
اتشرفت بيكم، اعذرونا لازم نتحرك. خلص كلامه وبعدين شاور لمنار علشان تمشي، وهي ما صدقت علشان تبعد عن صحابها. يا بنتي سيبي امي بقى، عايزه امشي، قالت صاحبتها وهي مش عارفه تشيل عينها من على خالد. ما تعزمينا عندك يا منار؟ حاضر، لما نخلص امتحانات هبقى اعزمك ان شاء الله. لا دلوقتي. دلوقتي فين يا ست انتي؟ اوعي بقى خلينا اروح، قالت صاحبتها بصوت عالي من غير ما تقصد. خلاص ابقي هاتيه معاكي حفلة موني. ركز معاهم خالد وهو رافع حاجبه، وبعدين اتحركت ناحيته. معلش صحابي مش بيقدروا على بعدي. ابتسم ليها خالد وهو بيتحرك ناحية العربية، ومشيت وراه منار وهي بتبص ليهم بشر. ركبت العربية مع خالد اللي اتحرك بسرعة من غير ولا كلمة، وهي ساكتة وبتحمد ربنا انه معلقش على موضوع الحفلة. لكن كل ده اختفى لما بدأ يتكلم. هتروحي الحفلة الساعة كام؟ حفلة؟ حفلة ايه؟ الحفلة اللي صاحبتك بتحبك قوي وكانت ماسكة فيك وبتقولك عليها. بلعت منار رئها وهي بتحاول ترد بهدوء. دي حنة بنات. حنة موني صاحبتنا. رفع حاجبه ليها من كلامها. كده تمام، هاجي اوصلك الحنة بنفسي علشان اطمن انك بخير. مش ملاحظ انك بقيت بتلعب دور ولي الامر كتير اليومين دول؟ هز راسه خالد وهو بيقول بهدوء علشان عارف عنادها. ملاحظ فعلا. سكتت منار وما نطقتش بكلمة علشان تعدي الكلام معاه. وبالفعل اول ما وصلت البيت نزلت من العربية من غير ولا كلمة، واتحركت ناحية السلم بسرعة، وهو فضل واقف مكانه بيبص عليها. وفي نفس اليوم بالليل كان الرجالة متجمعين في الصالة وبيتكلموا في الشغل، والستات مشغولة في المطبخ ما عدا مروة اللي كانت ماسكة مجلة وبتقرأ فيها. وفي الوقت ده نزلت منار من على السلم وهي مبتسمة ولابسة فستان شيك جدا، خلى الكل يلف ناحيتها بصدمة كبيرة وهما مبحلقين فيها. أما عن خالد كان واقف ومن غير ما يحس مش مصدق إن هي دي نفسها منار اللي طول عمرها كانت صغيرة وماسكة فيه في أي مكان ما يروح. منار اللي من 5 ثواني بس كان مقتنع إنها طفلة ومحتاجة حد ياخد باله منها. بصلها بهيام أول ما شافها بتقرب منهم. أنا ماشية يا بابا عشان ما تأخرش على صحابي. تمام يا حبيبتي، خلي السواق يوصل. مسك خالد المفتاح بتاعه وقال بدون تردد وبرود بيحاول يخفي بيه وراه تأثيره بيها. أنا هوصلها يا عمي. رفعت مروة حاجبها واعترضت منار بغيظ وهي مش ناسية كلامه ليها. لا شكرا، أنا مش صغيرة، هعرف أروح وأرجع لوحدي. ابتسم ليها خالد باستفزاز. معلش خديني على قد عقلي وتفضلي قدامي. بصت منار لباباها وكأنها بتطلب مساعدته، لكن باباها فرح إن خالد وبنته بيقربوا من بعض. كويس يا ابني كده، هبقى مطمن أكتر. ضربت منار الأرض برجليها بغيظ. يا بابا. روحي مع خالد يا منار وما تتأخريش. حرك خالد حاجبه كأنه بيغيظها. قدامي يا سمو الأميرة. بصت ليه بغيظ وبعدين اتحركت بره البيت بسرعة، وهو ماشي وراها سعيد انه نفذ اللي في باله. وبمجرد ما خرجت منار كانت بتنزل درجات السلم بتاعة البيت وهي بتبرطم بصوت عالي وعصبية، وخالد وراها حاطط ايديه في جيبه ومبتسم عليها. ومرة واحدة وهي ماشية بعصبية اتكعبلت على السلم واترمت على وشها بشكل خلى خالد يفتح بقه بصدمة. ومرة واحدة فضل يضحك بصوت عالي عليها، ومنار لسه واقعة على وشها وبتحاول تقوم، وصوت خالد استفزها. تصدق بالله انت واحد ما عندكش ريحة النظر يا انت، يعني شفتني مرزوعة زي البصل في الأرض وحتى ما فكرتش تساعدني. ضحك خالد بصوت أعلى عليها وهو بيتحرك ناحيتها في الوقت اللي حاولت تقوم، لكن فجأة اتكعبلت تاني في الفستان ووقعت كمان مرة. ضحك خالد زاد لدرجة انه وقع على الأرض من كتر الضحك عليها. بصت ليه منار بغيظ وهي بتقوم. يا رب صبرني. بقولك ايه يا خالد؟ قولي يا قلب خالد، ما ترجع الخليج تاني. رفع حاجبه ليها بتريقة. ايه قاعد على قلبك يا منار؟ الصراحة مفيش مشكلة، خليني قاعد عليه، الدكتور قال لي اقعد في حتة طراوة. خلص كلامه واتحرك ناحية العربية وهي وراه، وحاسة انها هتشيط من استفزازه. ركبت واتحرك هو بالعربية من غير ولا كلمة. وأول ما وصل الاتنين للحفلة نزلت منار من العربية وقالت وهي بتتحرك ناحية البيت. شكرا على التوصيلة. لكن قبل ما تتحرك خطوة زيادة حست بحد وقف قصادها. رفعت ليه وشها. رايحة فين؟ هكون رايحة فين يعني؟ هدخل الحفلة. قصدك هندخل الحفلة.
فتحت منار عينيها بصدمة وهي شايفاه بياخدها وراه من غير ولا كلمة. دخل بيها الحفلة قدام الكل، وبدأت عيون الكل تتوجه ليهم كأنهم كائنات فضائية، والكل كان مستغرب وجودهم مع بعض. قربوا أصدقاء منار منها، وبدأت البنات تبص ليها هي وخالد بفضول. ده بس ابن عمي يا جماعة، في ايه؟ كان خالد واقف بعيد عنهم شوية علشان يسيبهم على راحتهم، وهو كل شوية يشوف واحدة بتبص عليه من تحت لتحت. شوية وقربت منه بنته وهي مبتسمة بخبث. نورت حفلتي، ابتسم خالد ليها وهو بيشكرها بهدوء. في نفس الوقت لمحتهم منار، واللي كانت عارفة كويس إن منى مجرد ما تحط عينيها على شاب مش بتهتم لأي حد، وبتتعرف عليه يعني بتتعرف عليه. لسه هتتحرك ناحيتهم قام أخو منى وقف في وشها، وده اللي خلاها تحس بالخنقة لأنه طول الوقت ماشي وراها. ما صدقتش لما منى قالت لي إنها عزمتك وإنك جاية، قالت منار وهي لسه مركزة على منى وخالد. غلطة ومش هتتكرر تاني، بجد سعيد إنك جيتي. هزت منار راسها ولسه هتتحرك وقف في وشها. بقولك ايه، عاوزة اتكلم معاك شوية، تعالي معايا على برا. بصت ليه منار بصدمة من كلامه لأن مفيش أي كلام يجمعهم ما بينهم هما الاتنين. معلش مش هينفع. ليه؟ ابتسمت ليه بطريقة. أصل بعيد عنك، لسه دهنة فولتارين لمفاصل رجلي، أصل الروماتيزم موتني. خلصت كلامها ولسه هتتحرك ناحية خالد اللي أخد باله من اللي بيحصل، لكن منى منعته يتحرك. اتكلمت منار وهي متغاظة منه هو وأخته. ده انتوا عصابة بقى، ابعد عن وشي، هتضيعوا مني الواد الحيلة. وقبل ما تتحرك حاول انه يوقفها بإيديه، وقبل ما يكمل جملته حس بحد بيديله النصيب في وشه، فوقع على الأرض. وقبل ما يستوعب اللي بيحصل لقى راجل ماسكه من هدومه وشده جامد وهو بيقول بعصبية: انت ازاي توقفها بالشكل ده يا حيوان؟ فتحت منار عينيها بصدمة وهي بتتدخل. خالد سيبه، ماسكه كده ليه؟ مفيش، بعدله ياقة القميص، ابعدي عن وشي عشان انا العفاريت بتتنطط في وشي دلوقتي. بعدت منار بعد ما شافت نظرة عينيه اللي كانت مرعوبة منها، وعشان كده بلعت رئة وهي بتبعد عنهم. في الوقت اللي بدأ خالد يضرب في الشاب وموني بتحاول تبعده عن أخوها، والكل بدأ يتفرج. شوية وخلص خالد ورمى الشاب في الأرض بعصبية. لو لمحت جنبها هوريك اللي عمرك ما شفته، سامع؟ خلص كلامه بعصبية وبعدين اتحرك وأخد موني بغضب أكبر وخرج بيها من الحفلة. لكن فجأة، يا ربي ايه يا منار اللي بيحصل ده؟ اداله خالد اللي فيه النصيب بعصبية. اوعى من وشي عشان ما طلعهمش عليك انت كمان. خلص كلامه وأخد منار وراه وهو متعصب جدا، ومنار مش شايفة قدامها من كتر الغضب. ايه اللي انت عملته ده؟ انت واحد همجي ماشي بدراعك، سيبني يا خالد، خليني امشي. فتح ليها خالد العربية وخلاها تركب غصب عنها وهو بيبص ليها بشر، وبعدين اتحرك وركب وهي لسه بتصرخ بغيظ من بروده. احط عيني في عين صحباتي ازاي بعد كده؟ كان لازمته ايه تمد ايدك عليه؟ انا كنت هعرف اوقفه عند حد اخرسي اخرسي بقى. سكتت منار بصدمة من كلامه وهي بتشهق بصوت عالي. انت ازاي تتكلم معايا بالشكل ده؟ انت فاكرني ايه؟ اقولك نزلني هنا، نزلني دلوقتي، وقف العربية دي ونزلني. مرة واحدة وقف خالد العربية اتفضلي. فتحت منار عينيها بصدمة. ايه ده؟ انت ما صدقت ولا ايه؟ بص ليها ببرود، فهزت راسها وهي بترفع الفستان ونزلت بعصبية وقفلت الباب جامد وراها لدرجة انه هينكسر. اتفضل غرفة 60 داهية، بس لما توصل ابقى شوف هتقول ايه بابا. هتقوله معلش يا عمي، اصلي نزلت بنت عمي في نص الطريق اتحرك بالعربية من قبل ما تكمل كلامها. فضلت منار تبص عليه وكأنها بتحلم. ده مشي بجد، ده سابني بجد. يا خالد الكلب. ضحكت وهي مش مصدقة اللي حصل. مرت دقايق وهي واقفة مكانها وبتقول انه شوية وهيرجع، لكن في الاخر مرجعش. فبصت حواليها بخوف. ماشي ماشي يا خالد يا عديم الاحساس. خلصت كلامها وهي بتتحرك بتحاول تشوف اي عربية، لكن فجأة سمعت صوت قريب منها خلاها تتسمر في مكانها برعب وبلعت رئها بخوف. يا رب اللي في بالي يطلع غلط. بصت وراها بالراحة وهي بترتعش من الخوف، لقيت الكلب واقف وراها وبيبص ليها بشكل مخيف.
ميلت منار ومسكت الجزمة بتاعتها بالراحة وعينيها لسه على الكلب، ومرة واحدة صرخت بصوت عالي وهي بتجري: يا خالد، يا خالد انت فين؟ كانت بتجري والكلب بيجري وراها وهي بتعيط من الخوف، لكن مرة واحدة شافت عربية خالد جاية عليها، فوقفت وهي بتتنفس بسرعة وبتصرخ بصوت عالي: الحقني، الحقني يا خالد، اقف اقف بالعربية. وقف خالد بالعربية جنبها. لا لا لا، مين اللي سايب أنسة قمر زي كده في الطريق؟ ده أكيد واحد ما عندوش قلب. فتحت منار العربية بعصبية: لا وانت الصادق، ما عندوش إحساس، ما عندوش أي حاجة خالص. قفلت الباب بسرعة واتنفست بخوف وهي بتبص وراها على الكلب. اتحرك، اتحرك بسرعة علشان الكلب. ده بس علشان تتعلمي تلمي لسانك شوية. بصت ليه منار بغيظ وسكتت وما اتكلمتش ولا كلمة، وهي لسه متعصبة منه، لكن محبتش تتكلم علشان ما يسيبهاش تاني. مرت أيام على رجوع خالد لمصر، وكان طول الوقت لازق لمنار، يوصلها لكل مكان ومش مخليها تقرب من أي شاب، وواقف زي اللقم في الزور لأي حد يفكر بس إنه يقرب منها. وفي يوم من الأيام كان الكل متجمع في البيت علشان يعملوا ليها مفاجأة بمناسبة شهادة النجاح في أحد الدورات التدريبية. راح خالد علشان يجيبها من الجامعة، وأول ما وصل لقاها واقفة مع نفس الشاب اللي اتخانق معاه في آخر الحفلة واللي عرف إن اسمه مانو. نزل من العربية بعصبية وهو بيتحرك ناحيتهم، لكن أول ما مانو لمحه صرخ وجري بعيد عنهم. فضحك صحاب منار جدا. يا عيني، مانو بقى عنده فوبيا من ابن عمك يا منار. ابتسمت منار ليهم واستأذنت منهم علشان تروح، وبالفعل اتحركت ناحية العربية واتحرك خالد البيت. دخلت منار البيت لقيته هادي بشكل غريب. هو في ايه؟ في ايه؟ ما الدنيا تمام اهي. ما هو علشان الدنيا تمام ده اللي قلقني. ابتسم ليها خالد بهدوء. طبعا همشي علشان اكمل الشغل، وانت طلعي استريحي. هزت هي راسها، وبالفعل طلعت اوضتها. واول ما قفلت الباب اتحرك خالد ناحية الجنينة اللي ورا البيت، وهو شايف الكل بيجهز لمفاجأة منار، وابتسم جدا ليهم وقال ما بينه وما بين نفسه: هانت يا نونو، هانت وكلها ساعات بسيطة. وبالليل كانت منار قاعدة في أوضتها واستغربت إن محدش نده عليها علشان تاكل. نزلت تحت لقيت مفيش نور ومفيش أي حد. استغربت وهي بتتحرك وبتنادي على الكل: ماما، يا بابا، انتوا فين؟ فجأة سمعت صوت جاي من الجنينة الخلفية، فاتحركت ناحيتها باستغراب وهي مش عارفة ليه مفيش نور في البيت. يا جماعة، هي الكهرباء قطعت ولا ايه؟ انتوا فين؟ وبمجرد ما دخلت الجنينة سمعت صوت عالي: مبروك يا منار. اتفاجئت منار من وجود الكل بلا استثناء، حتى صحابها وكل أفراد العيلة وهما مترصصين، والجنينة كلها متزينة بالأنوار، وفي ترابيزة في النص مليانة حلويات. اتحركت مامتها وشدتها وهي بتقول ببسمة: يلا عشان تطفي الشمع. ومن غير ما تحس كانت منار واقفة قدام التورتة، والكل حواليها بيباركولها بصوت عالي وسعادة خلت عينيها تدمع. والكل بدأ يبارك ليها بنجاح جديد في حياتها، وبدأ يقدموا ليها الهدايا وهي فرحانة. بجد بشكركم من كل قلبي، ومش مصدقة نفسي، بشكركم قوي. ابتسم الكل ليها، وما فضلش غير خالد اللي كان واقف قدامها. ودلوقتي وقت هديتي. ابتسمت ليه منار. جايب لي هدية أطفال تاني صح؟ لا، المرة دي هدية كبار. استغربت ولسه هتتكلم اتصدمت وهي شايفاه بيقعد على ركبته قدامها، وخرج علبة قطيفة وفتحها وكان فيها خاتم شكله جميل جدا. منار، تقبلي تتجوزيني؟ شهقت منار وبصت حواليها والكل كان سعيد وبيشاور ليها تقبل، وهي مش عارفة تعمل ايه. فسمعت صوت قلبها وبعده صوت خالد. استنيت اللحظة دي كتير، اللحظة اللي نونو الصغيرة اللي كل خطوة تلزق فيا إنها تكبر وتبقى أنسة قمر. فها، تقبلي تبقي مراتي يا نونو؟ دمعت منار وهي بتهز راسها بسرعة، وقالت بفرحة وهي مش مصدقة إن أخيرا خالد الشاب الوحيد اللي حبته من طفولتها بقى شايفها كبيرة. موافقة، موافقة يا خالد. وفي الوقت ده الكل بدأ يزغرط ويهنيهم، وهي ده كله بتبصله بحب وهو بيقرب من ودنها وبيقول لها بصوت حنون: واخيرا جه الوقت اللي اقولك فيه. تقولي ايه؟ بحبك يا منار. اتكسفت منار جدا وبصت في الارض. طب ايه؟
مش هتقوليلي وأنا كمان؟ وأنا كمان. وانت كمان ايه؟ بحبك يا خالد. عرفت تاخدني من حيرتي وأحزاني وتسرق قلبي وتاخدني بدون إنذار. عرفت يا حلو تخطفني